خلال 100 يوم من عمرها. واجهت الحكومة الحالية التي يقف على هرمها السيد السوداني عدة تحديات تمكنت من معالجتها، وكان آخرها معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار. أما الإنجازات فتعددت بين العديد من الملفات الأمنية والخدمية والصحية وغيرها. فعلى صعيد الملفات الخارجية برزت زيارات متعددة إلى الأردن والكويت وإيران وألمانيا وفرنسا، والتي كان آخرها إلى الإمارات العربية لتعزيز التعاون مع تلك الدول. ولا ننسى المشاركة في القمة العربية الصينية التي حدثت في السعودية، والمشاركة أيضا في مؤتمر قمة بغداد الثاني في الأردن، إضافة لقمة البحر الميت الثلاثية بين العراق والأردن ومصر. كما شهدت هذه الفترة استقبال الشخصيات السياسية الكبيرة كجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. وهذه انتقالة للزميل محمد قاسم ليطلعنا على ملف آخر لإنجازات السيد السوداني. شكرا زميلي نجم. وبالتأكيد فإن ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال كان له الأولوية للسيد السوداني الذي حقق فيه الإنجازات التالية: تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لمنع ملفات الفساد ومن دون أي خطوط حمراء، بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة 90 يوما تبدأ من تاريخ تشكيل الحكومة، وأيضا إنشاء حساب الخزانة الموحد لضبط أموال الدولة ومنع تسربها، وبعدها متابعة قضية سرقة الأمانات الضريبية واستعادة الأموال المسروقة فيها، ومنها أكثر من 325 مليار دينار على وجبتين. إصدار تعليمات خاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية لمسؤولي الدولة، ثم مصادرة قرابة 1,000,000 لتر من الوقود مع مصادرة 66 صهريجا. وهذه انتقال إلى زميلي سجاد بهلول للاطلاع على ملف آخر لإنجاز الحكومة الحالية. شكرا زميلي محمد. وللاطلاع على ملف الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر نطالع توجيه وزارة التجارة بضرورة اتخاذ إجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. ونطالع أيضا إضافة مواد إلى السلة الغذائية التي يتلقاها المشمولون بقانون الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود، وهي سلة تختلف عن ما يتلقاه باقي المواطنين، تضمنت زيادة في مواد السكر والزيت الطبخ والشاي والحليب والطحين الصفر، إضافة إلى شمول ما يقارب 5 ملايين مواطن بالسلة الغذائية المخصصة للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية، وبدء التجهيز بعد 20 يوما، حيث تستهدف الإجراءات حماية 10 ملايين مواطن مصنفين تحت خط الفقر. من العاصمة بغداد، قسم المراسلين، قناة آفاق الفضائية.